بيبدأ المسلسل مع آدم وهو راكب عربيته بسرعة رهيبة ومش قادر يتنفس بسبب إنه جاله نوبة ربو مفاجأة، ووقتها بيفقد السيطرة على الفرامل وما بيبقاش عارف يعمل إيه في الموقف اللي هو فيه. وأثناء ما بيدور على جهاز التنفس علشان ياخد الجرعة بتاعته بيتفاجئ قدام العربية بشخص اسمه روكو راكب موتوسيكل وسايق بسرعة عالية جدا، فبيعمل حادثة وبيخبطه خبطة جامدة لدرجة إنها بتوقعه من على الموتوسيكل وبترميه لآخر الشارع. وبينزل آدم من العربية بسرعة وهو مشتت ومش قادر يتنفس، وبيلاقي روكو بينزف جامد وبيطلع في الروح، فبيحاول ينقذه وبيتصل بالطوارئ لكن مش بيلحق، وبيفقد روكو حياته فورا. وساعتها بيلاقي آدم جهاز التنفس الخاص بيه وبياخد جرعته وبيرجع طبيعي تاني، وبياخد عربيته وبيهرب من المكان بسرعة قبل ما حد يكتشف وجوده هناك. وبيحاول يتصل بأبوه مايكل علشان يعرفه باللي حصل لكن ما بيقدرش يوصله لأن أبوه قاضي وشغال في مرافعة مع متهم من المتهمين اللي موجودين في المحكمة. وبعدها بيروح آدم على مكان مهجور علشان يتخلص من تليفون روكو، وفعلا بيرميه في البحر وبيرجع على البيت بسرعة وبيحاول يخفي أي آثار على هدومه من الحادثة، وبيبدأ يدور على أي حاجة تزيل البقع اللي موجودة على الهدوم. وأول ما بيرجع أبوه من شغله بيبدأ يسأله عن يومه، فبيتهرب آدم منه وبيسيبه وبيدخل أوضته. لكن بعد محايلات كتير بيعرف مايكل إنه خبط شخص بعربيته وأنهى حياته، فبيسأله وهو متوتر إمتى الحادثة دي حصلت وإزاي، فبيبلغه آدم وهو منهار إن الحادثة حصلت في منطقة The Lawyer Ninth، وانه حاول يتصل بالطوارئ لكن معرفش ينقله المستشفى ولا يسيطر على الموقف وهرب من المكان. فبيبدأ مايكل يطمنه انه هيقف جنبه وهيتدخل ويحل الموقف في اقرب وقت، وبيطلب منه يستعد علشان يروح يسلم نفسه لمركز الشرطة ويحكي لهم اللي حصل بالظبط لان ده هيكون في مصلحته. وفعلا بيركبوا العربية وبيتوجه مايكل وآدم لمركز الشرطة، وبيدخل مايكل المركز علشان يتكلم مع اي شرطي من الموجودين. وهناك بيشوف جيمي باكستر رجل المافيا والعصابات المشهور بأعماله الإجرامية ومعاه زوجته منهارة من العياط، وبيفهم ان الشاب اللي توفى يبقى ابنهم. فبيرجع مايكل العربية تاني وبيطلب من آدم ينسى موضوع انه يسلم نفسه لان ابو الشاب المتوفي رئيس لأكبر عيلة إجرامية في تاريخ المدينة، وانه لو عرف ان هو السبب في انهاء حياة ابنه هيخلص عليه فورا. وبيأكد عليه انه ما يعرفش اي حد حاجة من اللي حصلت تماما. وخلال ما مايكل بيحاول يتخلص من اي اثار تخص حادثة روكو في البيت او في عربية آدم بيظهر في الاخبار كارلو باكستر وهو بيتوعد للشخص اللي عمل كده في ابنه، وبيقول انه مش هيسيبه عايش في سلام وهيوصل له باي طريقه وهينهي حياته. وتاني يوم مايكل بيقابل صديقه تشارلي، ولما بيساله تشارلي عن احواله بيفهمه انه مرهق شويه وما نامش طول الليل من التفكير، فبيطلب منه تشارلي انه يحكي له عن الاسباب اللي مخلياه متضايق. وبيرد عليه مايكل انه عاوز يخفي عربية زوجته المتوفية روبن، وبيطلب منه ما يسألوش هو عايز يخفيها ليه. فبيفتكر تشارلي ان مايكل محتاج يخفي العربية بسبب وفاة زوجته لانه مش عايز اي حاجة تفكره بالحزن اللي عاشه وقت ما فقدت حياتها. وبيطلب منه يسيب المفاتيح على العجلة الامامية للعربية وما يشغلش باله وهو هيتصرف فيها. وفعلا بيتصل تشارلي بشخص وبيبلغه انه محتاج منه خدمة وعايزه يخفي العربية الخاصة بمرات مايكل. ومع الوقت الشخص اللي تولى مهمة اخفاء السيارة بيختار حد من رجالته للمهمة دي، وبيقع الاختيار على شاب اسمه كوفي جونز، وبياخد كوفي المفاتيح من على العجلة وبيسوق العربية. واثناء ما بيسوق بيلاقي الشرطة متتبعاه خطوة بخطوة، وبتنزل الشرطة وبيصوبوا ناحيته مسدساتهم وبيهاجموه وبيقبضوا عليه فورا وبيتوجهوا بيه لمركز الشرطة. وبعدها مايكل بيبلغ آدم انهم لازم يروحوا الثانوية بتاعت امه علشان يثبتوا انهم وقت الحادثة كانوا موجودين هناك وانهم ملهمش اي علاقة بيها، واتفاجئوا زيهم زي اي حد لما سمعوا من السوشيال ميديا. وفي نفس اليوم مايكل بيقابل المحققة نانسي كوستالو وبيتكلم معاها وبيفهمها انه اتصل بيها علشان يبلغ عن سرقة عربية مراته، وانه عايزها هي اللي تتولى التحقيق في القضية دي لانه مش محتاج يكبر الموضوع ويصعده للجهات المسؤولة. وبيبلغها كمان انها بكده هتعمل فيه معروف كبير، فبتوافق نانسي على طلبه وبتوضح له انها هتتولى الموضوع وهتبذل كل جهدها علشان تلاقي السارق في اقرب وقت. ومع الوقت نانسي بتتصل بمايكل وبتبلغه انهم لقوا العربية ومسكوا السارق وانه لازم يجي علشان يستلمها من مركز الشرطة. وبيروح مايكل علشان يستلم العربية ويعمل محضر بالواقعة ويثبت فيها انها كانت مسروقة من يوم 9 اكتوبر اللي هو يوم حادثة روكو، وانه عادة بينسى مفاتيح العربية على العجلة الامامية ومش عارف يتخلص من العادة دي من فترة طويلة. فبتفهمه نانسي انها تحتاجه هو وآدم يجوا لمركز الشرطة علشان تاخد اقوالهم وتقفل المحضر. واثناء ما الشرطي بيخرج العربية من جراج المركز
المركز بيتفاجئ مايكل ونانسي بوجود بقايا الموتوسيكل واقعة على الأرض. وبعد شوية بنشوف كارلو وهو حزين جدا مع حد من رجالته، وبتدور بينهم مناقشة عن حادثة روكو، وبيوضح له إنهم ممكن يكلفوا الشرطي كيوزاك بإنه يفحص جهاز الاستنشاق اللي لقوه في مكان الحادثة علشان يبحثوا عن الحمض النووي للشخص اللي عمل كده في قاعدة بيانات الشرطة في خلال 36 ساعة. وفي نفس اليوم الشرطة بتتحفظ على العربية بعد ما اكتشفوا إن المجرم استخدمها في الحادثة، وبيقوموا بتصويرها من كل الاتجاهات وبيفتشوها كويس جدا. وفي الليل بيقبض كيوزاك ومجموعة من رجالته على كوفي لأن بيجي لهم أمر من مركز الشرطة إن هو المتسبب في حادثة ابن كارلو، وبياخدوه لمكان سري مهجور وبيبدأوا يوجهوا له ضربات قوية علشان يعترف بجريمته. لكن كوفي بيفضل يقاوم وبيقول لهم إنه مرتكبش الجريمة دي، فبيحطوه في عربية وبيقفلوا عليه الشبابيك تماما وبيفتحوا عليه أنبوبة غاز. وساعتها كيوزاك بيوضح لكوفي إن الإنكار مش في صالحه، وإنه لو ما اعترفش هيضغطوا عليه بأساليب أكتر من كده لحد ما يعترف. وبعد ما بيستنفذوا كل طاقتهم معاه من غير أي فايدة بيتوجهوا بيه للسجن وبيحتجزوه في الزنزانة لحد ميعاد محاكمته في قضية روكو. وبيوصل مايكل البيت وبيتكلم مع آدم وبيسأله لو كان حد شافه في الطريق وهو راجع البيت بعد الحادثة، وبيفهموا آدم إن محدش شافه غير راجل مشرد بيمسح إزاز في الشارع، وإنه بعد كده اضطر يروح يملى وقود العربية، وإن في شخص كان في العربية اللي وراه غضبان منه لأنه كان بطيء وهو بيملى الوقود. وبيوجه له مايكل سؤال أخير علشان يطمن إن فعلا مفيش حد شافه وتعرف عليه، وبيقول له لو كان لقى جهاز الاستنشاق الخاص بيه بعد الحادثة ولا لأ. فبيرد آدم عليه وبيفهمه إنه لقاه واستخدمه وقتها. وفي يوم محاكمة كوفي بيروح آدم ومايكل يحضروا الجلسة، وأثناء المحاكمة بيطلب محامي عيلة باكستر من الشرطة الموجودة في المحكمة إنهم يخلوا كوفي يقلع هدومه من الجزء العلوي علشان يوريهم وشم العصابات اللي في آخر ظهره، وبيفهمهم إنه شاب بيشتغل لصالح عصابة من قطاع الطرق اللي بتقوم بسرقة الناس. وفعلا بيلاقوا الوشم موجود على ظهر كوفي، ووقتها بيضطر كوفي يعترف إنه مذنب لأنه خايف إن عيلته تتأذي. وبعد المحاكمة مايكل بيقابل المحامية ليه وبيطلب منها تمسك قضية كوفي وتتولى الدفاع عنه وتجيب له حكم مخفف بدل حكم إنهاء الحياة، وبيفهمها إنه طلب منها هي بالأخص الطلب ده لأنه عارف إنها أكتر شخص مناسب للمهمة دي. وفعلا بتوافق ليه إنها تمسك القضية وتترافع عن كوفي، فبيشكرها مايكل على موقفها تجاه المعروف اللي هتقدمه لشاب صغير زي ده. وفي الليل بيروح مايكل الحانة علشان يقابل صاحب محطة الوقود اللي آدم كان موجود فيها بعد الحادثة على طول، وبيدور بينهم نقاش وبيعرفوا مايكل إنه قصده هو بالأخص، ومشي وراه وتتبعه لحد الحانة لأنه عايز يتناقش معاه في موضوع مهم جدا. وبيألف عليه تمثيلية إنه شاكك إن مراته بتخونه، وإنه أثناء ما كان بيفتش في شنطتها لقى فيزا وعرف إنها استخدمت 32 دولار في محطة الوقود بتاعته، وإن الكلام ده حصل يوم 9 أكتوبر الساعة 9:30 الصبح. وبيطلب مايكل منه خدمة إنه يراجع كاميرات المراقبة الخاصة بالمحطة علشان يتأكد هي كانت موجودة في الوقت ده فعلا ولا لأ. وبعد وقت مش كبير بيروح مايكل وصاحب محطة الوقود للمكان وبيبدأوا يراجعوا الكاميرات، وأول ما بتظهر اللقطة اللي فيها آدم بيحاول مايكل يعمل أي تمثيلية علشان يخرج بيها صاحب المحطة من الأوضة، وفعلا بينجح في ده وبيمسح اللقطات اللي بتخص آدم من على جهاز المراقبة الخاص بالمحطة. وبعدها مايكل بيسأل صاحب المحطة لو كان في أي نسخ تانية موجودة للقطات دي على الهارد، فبيفهموا إن مش موجود غير اللقطات دي بس حاليا. وتاني يوم الصبح بنشوف ليه وهي رايحة مركز الشرطة للتحقيق مع كوفي في قضيته، وبتعرفوا إنها موجودة هنا علشان تساعده وتخفف عليه عدد سنوات العقوبة، وإن الجريمة اللي هو متهم فيها جريمة مش سهلة ولازم يكون سجله الجنائي في السجن نظيف لتخفيف العقوبة عليه. وكمان بتسأله لو كانت الشرطة استخدمت معاه أي نوع من أنواع العقاب لأن باين جدا إنه تعرض للعقاب منهم، بدليل إن عينه حمرة جدا من أثار اللي حصل له. فبيتعصب كوفي عليها وبيقول لها إنها مهما تحاول تضغط عليه بكلامها مش هيغير اعترافه قدام المحكمة بإنه مذنب. وبعدها بنشوف جينا أم روكو وهي متوجهة لمركز الشرطة مع المحامي بتاعها علشان تاخد منهم إذن لابنها كارلو اللي مسجون بإنه يحضر مراسم دفن أخوه ويودعه قبل ما يدفن. فبيوافق القاضي على طلب المحامي لكن في حضور حراسة شديدة مع المتهم من رجال الشرطة أثناء الدفن. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف ليه ومايكل في الحانة وهم بيتناقشوا، ولما بيسألها إيه الجديد في قضية كوفي بتفهمه إن كوفي تعرض للضرب والعقاب من الشرطة وبناء على كده خاف منهم واعترف على نفسه بالجريمة. فبيوضح لها مايكل إن القاضي هاريس اللي ماسك القضية قاضي فاسد ومعروف عنه كده وسط قضاة الدولة، وإن هاريس مش هيقتنع بكلامها إلا في وجود دليل مادي للأفعال اللي بتحصل من الشرطة، وكمان مش هيديها الفرصة تشوه سمعة الشرطة وتبين فسادهم في محكمته. وبيرجع مايكل البيت وبيتفاجئ بوجود نانسي بتاخد بصمات آدم على المحضر، وبتكون مستنياه هو كمان علشان تاخد بصماته قبل ما العربية تتعرض على الطب الشرعي. وبعدها بتأكد عليهم المعلومات اللي موجودة في المحضر زي تاريخ سرقة العربية ومين اللي ساقها آخر مرة قبل السرقة وكانت مركونة
فين. وبيمثل مايكل انه مش فاكر مين اخر حد ساقها فيهم سواء هو او ادم، فبيتدخل ادم في الحوار وبيبلغها انه كذب وقت ما كان الشرطي موجود وقال له انه عمره ما ساق العربيه، لكن الحقيقه انه ساقها قبل كده لما كان قاصر وعنده 15 سنه، وانه خاف يعترف للشرطي بكده لانه عارف ان ده مخالف للقانون. ومع الوقت مراسم دفن روكو بتبدا، وبيحضر فعلا اخوه كارلو وهو عليه حراسه شديده من الشرطه، واثناء المراسم بتيجي امه وبتحاول تقرب منه، بس الحراسه بترفض انها تقرب او تتكلم معاه، لكن بيوافقوا بعد الحاح شديد منها، فبتهمس في ودنه وبتطلب منه يخلص على كوفي في السجن علشان ياخد حق اخوه منه. وفي الوقت ده بيكون مايكل مراقب الجنازه من بعيد، واول ما بيشوف حراس السجن اللي كوفي فيه واقفين مع كارلو بيجري فورا يبلغ الشرطه علشان يفصلوا كوفي في زنزانه بعيده عن كارلو، لانه ناويله على الشر ومش بعيد ينهي حياته. وبنشوف كارلو وهو داخل السجن وعينه مليانه بالشر ومتوعد لكوفي، وبيجي شرطيين فاسدين متوصيين من عيله باكستر وبياخدوا كوفي من زنزانته وبيحطوه في اوضه فاضيه وبيحاولوا يتخلصوا منه، لكن بيدخل عليهم شخص وبيحاول ينقذه من تحت ايديهم، فبيرجع كوفي زنزانته تاني وبيدور بينه وبين صديقه في الزنزانه حوار، وبيفهمه صديقه ان عيله باكستر عيله ليها سلطه عاليه وعلاقات في كل مكان حتى في السجن، وانه مش هيعرف يفلت منهم باي طريقه، ومن الافضل انه يروح يتكلم مع كارلو ويبلغه باللي حصل. وفي الوقت ده ادم كان بيتكلم مع مدرسته الانسه لاتيمير وهو بيعيط وحزين جدا، وبيحكي لها اللي حصل وبيعترف لها انه هو السبب في حادثه روكو اللي قلب السوشيال ميديا، وبيفهمها انه زعلان لانه سابه وما قدرش يسعفه وينقذه. وبعد وقت بنكتشف ان كوفي راح لكارلو الزنزانه وخلص عليه، وبتظهر ليه في مركز الشرطه وبتسال الشرطي عن وفاه كوفي ولو كان فقد حياته بطريقه طبيعيه ولا انهى حياته بنفسه، فبيجاوبها انه لحد دلوقتي ما يعرفش هو توفى ازاي، ولما تجيله اخبار هيبلغها. وفعلا بيتوجه الشرطي للطب الشرعي علشان يعرف اسباب الوفاه، وبيوضح له الدكتور انه فقد حياته بسبب ضربه قويه على راسه وبسببها حصل له نزيف وتورم في دماغه ضغط على الجمجمه. وفي اليوم التاني بيعمل ادم مشكله كبيره في المدرسه مع حد من زمايله، فبيضطر مدير المدرسه انه يتكلم مع جدته ويبلغها بالمشكله، وان ادم هياخد طرد 3 ايام بسبب اللي عمله. وبعدها بيروحوا البيت وبتعزم جدته كل الاصدقاء المقربين لمايكل على العشاء، وبيرجع مايكل البيت وبيتفاجئ ان حماته اليزابيث واصدقائه متجمعين على السفره، ولما بيسال اليزابيث عن سبب وجودها بتحكي له اللي ادم اتعرض له في المدرسه، واثناء ما هم بيتعشوا بتوصل ليه علشان تبلغ مايكل قدام كل اللي موجودين بخبر ما ينفعش يتاجل، وبتفهمه ان كوفي ما انهاش حياه نفسه زي ما اتقال، وان تم ضربه والتعدي عليه وده اللي تسبب في انهاء حياته داخل السجن. وفي اللحظه دي بنشوف الكلب جانجو بيقوم بحركات غريبه وكانه بيدور على حاجه تحت الترابيزه، وبيقوم مايكل بسرعه علشان يشوف ماله، وبيلاحظ وجود قطعه قماش تحت الترابيزه عليها بقعه حمراء من اثار الحادثه، فبيحاول وقتها يتكلم في موضوع تاني علشان يداري على موضوع الكلب ومحدش ينتبه له. وساعتها بيخرج مايكل مع ادم من المكان وبيفضل يزعق له لانه ما كانش ينفع يتصل بجدته ويخليها تعزم كل الناس دي ومن ضمنهم المحققه نانسي، خصوصا ان ده مش من مصلحتهم وممكن يوديهم في داهيه لو حد عرف او شاف اي حاجه تخص الحادثه في البيت. فبيتعصب ادم وبيوضح له انه ازاي يخبي عليه ان كوفي اتعرض للتعدي من الشرطه، فبيفهمه مايكل انه ما كانش عاوز يحكي له حاجه ويضايقه. ومع الوقت جيمي بيكون قاعد في اوضته متضايق جدا وهيطق من الغيظ بسبب انه ما خدش رد فعل تجاه عيله كوفي، وبنشوفه مع حد من رجالته وبيهمس له في ودنه انه يخلص على عيله كوفي. وبعدها بنسمع صوت تدمير شديد جاي من بيت عيله كوفي، وبكده بيكون جيمي خد حق ابنه من وجهه نظره، وبيبدا مايكل يمارس حياته بشكل طبيعي. واثناء وجوده في شغله بتجيله رساله من شخص مجهول مضمونها ان الشخص ده عارف ان ادم هو اللي ارتكب الجريمه وهيكشف الامر، فبيتخض مايكل جدا لما بيشوفها وبيجري على البيت فورا علشان يقابل ادم ويبلغه باللي حصل. وبيتفاجئ ان باب البيت مفتوح ومحطوط على باب البيت صوره لكوفي اللي اتهموه في الجريمه بدل ادم، فبيدخل البيت وبيفتشه لكن ما بيلاقيش حد، وبنفهم وقتها ان ده تهديد صريح لمايكل من الشخص ده. وبعدها بتتبعت له رساله تانية من الشخص بيبتزوا فيها وبيطلب منه مبلغ 222 ألف دولار مقابل سكوته، فبيتعقب مايكل الرقم اللي بيبعت له الرسائل وبيلاقيه موجود في شارع نيوتن في مدينه نيو اورلينز، وبتروح ليه لاخو كوفي وبتعرفه بنفسها انها المحاميه اللي ماسكه القضيه وبتحاول تستجوبه وتاخد منه اي معلومات تخص القضيه، لكن بيدخل عليهم مو زعيم العصابه وبيكلمها بنبره فيها تهديد وبيطلب منها ما تحاولش تدور ورا القضيه كتير وتخليها في حالها افضل لها وما تجيش هنا تاني. وبعدها بنشوف زعيمه العصابه السوداء في الفندق عند جيمي وبتواجهه بتدمير بيت عيله جونز وبتفهمه انه عمل كده في ام واطفال ملهمش اي ذنب في اللي حصل لابنه روكو، وانها جت لحد عنده علشان تساعده يوصل للمجرم الحقيقي. وبتبدا تحكي له ان مو جاله اتصال من تشارلي بعد حادثه ابنه بيوم وطلب منه يخلي
كوفي يسرق العربية ويخفيها يوم 10 أكتوبر، وده بعد الحادثة بيوم، وبتبلغه إنها مش عارفة مين اللي تسبب في وفاة ابنه بالظبط، بس الأكيد إنه مش كوفي. ووقتها جيمي مش بيصدقها وبيفهمها إنها لازم يكون معاها دليل قوي على اللي بتقوله. ومع الوقت جيمي وجينا بيسمعوا التسجيل الخاص بالحادثة اللي كاميرات المراقبة لقطوه، وبيعرفوا من إعادة التسجيل أكتر من مرة إن المجرم اللي أنهى حياة ابنهم اتجه لمحطة وقود في المنطقة بعد الحادثة علشان يملى الخزان بالوقود، والتليفون اتقفل بعدها. فبيدخل واحد من رجالة جيمي وبيعرفوا إن الاتصال تم من خطوط الطوارئ في منطقة شالمت، وإن المنطقة دي ما فيهاش غير 3 محطات وقود معروفين هناك، وبيتوجهوا فعلا لكل محطات الوقود اللي موجودة في المكان، وبيبدأوا يسألوا المسؤولين هناك عن كوفي ولو كانوا فعلا شافوه يوم 9 أكتوبر، لحد لما بيوصلوا لآخر محطة. وساعتها صاحب المحطة بيشاور على صورة مايكل وبيفهمهم إن الشخص ده جاله من فترة وطلب يشوف الكاميرات لأنه شاكك في خيانة مراته ليه، ومسح اللقطات اللي كانت موجودة على الجهاز كلها. ولما بيدوروا ورا مايكل بيكتشفوا إنه شغال قاضي وبيجمعوا معلومات عنه علشان يوصلوا له. وأثناء مراقبتهم لبيته بيكتشفوا إن آدم ابنه على علاقة بفايا بنت جيمي، وبيشوفوها وهي موصلة بعربيتها لحد البيت. وفي الوقت ده مايكل بيحاول يجمع معلومات عن الرقم المجهول اللي بيهدده، وفعلا بيتنكر وبيوصل لأبو الشخص ده وبيلاقيه موجود في دار رعاية لكبار السن والمصابين بالألزهايمر، وبيفضل يسأله عن ابنه لكن ما بيوصلش لحاجة. وأثناء ما كان بيدور في أوضة الراجل بيشوف جواب مكتوب فيه العنوان الحالي لابنه، وبيعرف وقتها إنه شغال سواق تاكسي واسمه تريفر. فبيتوجه مايكل بسرعة لمكانه وبيطلب منه يوصله، وأثناء وجوده في العربية بتدور بينهم مناقشة، وبيفهم منه مايكل إنه بيحب صيد الأسماك ونفسه يشتري يخت بس سعره غالي عليه وهيكلفه 22,000 دولار. وبيسيب مايكل تليفون في العربية علشان يعرف يوصله في أي وقت، وبينزل فورا من العربية. وتاني يوم بالليل مايكل بيتصل بتريفر وبيبلغه إنه هيستناه الظهر في مينا فينيس، وبيأكد عليه يكون أعزل من السلاح ولوحده. وبيوصل مايكل المكان علشان يقابله وبياخده وبيوريه اليخت، وبيعرفه إنه هيعمل معاه صفقة كويسة وهيسدد له اقساط اليخت لو نفذ أوامره، وهو إنه يتخلص من أي فيديوهات خاصة بآدم للحادثة. وبعد اتفاقهم وأثناء خروجهم من المينا بيطلع عليهم جيمي وبيوجه لهم ضربات لحد ما بيدخلهم في مخزن من مخازن المينا، وبيبدأ يصوب على مايكل وتريفر مسدسه وبيواجههم بالجريمة. وبنعرف إن جيمي فاكر إن مايكل هو الفاعل الحقيقي، وفي اللحظة دي بيجي لجيمي اتصال مفاجئ وبيعرف منه إن هيتم القبض على كارلو من الشرطة بتهمة إنهاء حياة كوفي، وبيعرفوا مايكل إن كارلو مش هيخرج منها لأن الأدلة والبصمات كلها ضده، وإنه ممكن يمسك هو القضية ويطلعه براءة في مقابل إنه يطلق سراحه. فبيوافق جيمي على اللي مايكل قاله وبيطلع مسدسه وبيوجهه على تريفر وبيتخلص منه فورا، وده لأن تريفر محتفظ بمعلومات كتير عن القضية ومش من مصلحتهم إنه يكون عايش. وبنشوف ليه في مركز الشرطة بتحقق مع حد من المساجين اللي كانوا موجودين وقت حادثة كوفي، وبتطلب منه يقول لها أي معلومات عن القضية مقابل إنها تدفع له $1000. فبيعرفها إن وقت الحادثة شاف كوفي وهو رايح لحد من المساجين، وبعدها بدقايق خرج من عنده جثة. ولما بتسأله ليه عن اسم المسجون اللي كوفي كان موجود عنده بيقول لها إن اسمه كارلو باكستر، وهنا ليه بتتأكد إن شكها طلع في محله. وبيتصل جيمي بكارلو علشان ينبهه إن الشرطة في طريقها للفندق وهتقبض عليه، لكن بيلاقيه قافل تليفونه وما بيعرفش يوصل له، فبيحاول يجري بعربيته على الفندق ويلحقه قبل ما يوصل هناك، بس الشرطة بتوصل قبله وبتقبض على كارلو ومعاه مبلغ كبير من تجارة الممنوعات. وفي الحالة دي بيتوجه له تهمتين، الأولى إنهاء حياة كوفي والتانية الإتجار في الممنوعات. ويوم جلسة كارلو بيتولى مايكل المحاكمة على حسب اتفاقه مع جيمي، وبيعمل جيمي شغب وبيزعق أثناء الجلسة، وبيضطر مايكل وقتها إنه يطرده بره القاعة ويأجل القضية لوقت تاني. ومن هنا بتبدأ السلطات العليا تختار قاضي غير مايكل علشان يمسك القضية، وبيتفاجئ مايكل بالقرار ده وبيبلغ جيمي باللي حصل، وبيعرفه إن اختيار القضاة بيكون عشوائي وإنه هيحاول مع إدارة المحكمة تاني علشان يمسك هو القضية. وتاني يوم بيعرف مايكل إن اللي هتتولى المحاكمة هي القاضية سارة، فبياخدها للحانة وبيعزمها على مشروب وبعدها بتسيبه وبتمشي. وأثناء ما هي سايقة عربيتها بيوقفها كمين وبيلاقوها سايقة وهي شاربة، فبيقبضوا عليها وبياخدوها لمركز الشرطة. وبتقرر المحكمة سحب القضية من سارة بسبب التهمة المنسوبة ليها ونقلها لمايكل، وبنعرف وقتها إن ده فخ مايكل عمله لسارة علشان يمسك هو القضية. وتاني يوم في محاكمة كارلو بتبدأ المحققة ميكي تترافع في قضية كوفي، وبتستعرض صور لكوفي وقت الجريمة لإدانة كارلو وتوجيه التهم ليه، وبتطلب من هيئة المحلفين إنهم يلجأوا للمنطق في القضية دي، لأن واحد في شراسة وجبروت كارلو ممكن يعمل كده وأكتر كمان، خصوصا إن عيلته مشهورة بالجريمة من وقت طويل. وبتشغل ميكي
تسجيل صوتي لجيمي وهو بيحذر ابنه ما يروحش الفندق لان الشرطه مستنياه وهيقبضوا عليه، وده علشان تاكد كلامها لكل الحضور من هيئه المحلفين. فبيعترض مايكل على الاسلوب اللي استخدمته ميكي في التحقيق، وبيطلب من الحضور انهم ينسوا اللي سمعوه في التسجيل. وبعد ما بتخلص ميكي بيبدا محامي كارلو مرافعته، وبيعرض فيديو لكوفي وهو رايح زنزانه كارلو، وبيتهم كوفي انه راح لكارلو علشان يتعدى عليه ويضربه، وان اللي كارلو عمله كان مجرد دفاع عن النفس من واحد متوحش هجم عليه فجاه في زنزانته. وبينتهي اليوم التاني للمحاكمه، وبعدها جيمي بيقابل مايكل وبيزعق له وبيقول له انه لو ما خرجش ابنه من القضيه باي طريقه هيكون انهاء حياته على ايده. فبيبلغوا مايكل انه كان لازم يعمل كده قدام الموجودين في المحكمه علشان الامر يبان طبيعي جدا ومحدش يشك في نزاهته من هيئه المحلفين. وبيطلب مايكل من جيمي انه يديله مهله يومين وهو هيتصرف في الموضوع. وتالت يوم من المحاكمه بتقوم ميكي في بدايه الجلسه وبتمثل الجريمه قدام الحضور علشان توضح لهم مدى بشاعه الفعل اللي كارلو عمله في كوفي ويتحكم عليه باقصى عقوبه ممكنه. وبتطالب مايكل بعرض مجموعه من الصور لكوفي ومعالم جسمه كلها تكاد تكون مشوهه من اثار الضرب اللي اتعرض له من كارلو. فبيرفض مايكل وبيفهمها انه مش هيقدر يعرض صور زي دي خوفا على مشاعر هيئه المحلفين. وبينهي مايكل تالت يوم للمحاكمه وبيعرف ان اللي هتتولى المحاكمه اخر الجلسه هتكون الانسه لونج، ودي معروف عنها كرهها الشديد لعيله باكستر. فبيبدا يفكر لها في خطه ما تخرش الميه وبيستدعيها لعنده وبيبلغها بكل صرامه ان جاله بلاغ عنها ان ليها علاقه بالمتهم كوفي، وان ما ينفعش اي حد ليه علاقه بالمتهم من قريب او من بعيد يمسك القضيه. وبتنكر لونج وهي متوتره ان ليها اي علاقه بالمجني عليه. ووقتها بياخد مايكل تليفونها وبيفتش فيه وبيلاقي فعلا رقم كوفي عندها. فبتتصدم لونج من اللي حصل وبتعرفه انها مظلومه وان اللي حصل ده متلفق لها. فبيوضح لها مايكل ان عارف ان سلوكياتها كويسه لكن للاسف الدليل موجود في ايده وده مش هيعفيها من المساءله القانونيه. وبيبلغها ان هيتم استبدالها بشخص تاني للمرافعه في الجلسه. ووقتها لونج بتتضايق جدا وبتتعصب عليه وبتهدده انها هتخرج من مكتبه وتبلغ الصحافه عن اللي حصل لها عنده. فبيفهمها انها كده هتعمل شوشره على الفاضي وهتخلي الاداره العليا تاجل المحاكمه. وبيحاول يضحك عليها ويطمنها انها حتى لو ما اترفعتش في القضيه فهم هيوصلوا للنتيجه اللي هترضيها في الاخر، وهي الحكم على كارلو بإنهاء الحياة. وبعدها بيوم جيمي بيبعت ناس من رجالته علشان يخلصوا على جوي صديق كارلو، لأن وصل له أخبار إن جوي عارف كل حاجة عن كارلو حتى حادثة كوفي. وأول ما جوي بيشوف رجالة جيمي من بعيد وهم بيدوروا عليه بيهرب فورا، ولما بيحاول ينط من الشباك رجله بتتكسر لكن ما بيستسلمش وبيفضل يقاوم لحد ما بيوصل لمركز الشرطة. وهناك بيبلغهم وهو خايف ومرعوب إن جيمي باعت رجالته علشان يخلصوا عليه وبيطلب منهم حمايته. ولما بتسأله نانسي عن سبب مطاردة جيمي ليه بيوضح لها ان كارلو اعترف له ان هو اللي ضرب كوفي على راسه وتسبب في وفاته، وكمان كان بيتفاخر قدامه انه شق راسه زي قطعة البطيخ، وان اللي سهل له الامر في السجن علشان ينفذ الجريمة هي ام جينا، خصوصا ان ليها سلطة ونفوذ في الشرطة. وبتيجي اللحظة اللي مايكل مش عامل لها اي حساب وهي سماع شهادة جوي في القضية. وبيحاول مايكل يفكر في اي حل يخلي جوي ما يتكلمش بيه، لكن بيجي جيمي وبيقدم له الحل وهو ان جوي ياخد جرعة زيادة من الممنوعات ويخلصوا منه خالص. وبيحط له مايكل حبوب منومة في المية قبل ما يطلع يقول شهادته علشان ما يقدرش يكمل الجلسة. وفعلا بيطلع جوي يشهد على كارلو، واثناء ما بيتكلم بتبدأ اعراض المنوم تظهر عليه، وساعتها بيوقف مايكل الجلسة لان الشاهد مش في حالة كويسة. وبينتهي رابع يوم للمحاكمة وبيقعد المحامي مع كارلو قبل الجلسة علشان يعرفه هيقول ايه في المحكمة، وبيفهمه ان اي كلمة هتطلع منه قدام هيئة المحلفين لازم يمثل ويقولها بمشاعر مؤثرة علشان تكون مقنعة 100%، وانه لازم يتمسك بجملة واحدة بس وهي ان كوفي كان جاي يتعدى عليه ويضربه في زنزانته وهو كان بيدافع عن نفسه منه. وفي نفس اليوم لي بتكون مع يوجين اخو كوفي وبتدور بينهم مناقشة بتوضح له فيها ان كوفي يوم الحادثة كان عنده امتحان في نفس توقيت وفاة روكو، وده معناه ان في حد هو اللي لفق له القضية بداله. وبتأكد له ان كوفي اتهدد ورجع في كلامه وقال ان هو الفاعل، وانها شاكة ان عصابة ديزاير اللي كوفي كان بيشتغل معاهم هم اللي ورا كل اللي بيحصل. وبيجي اخر يوم لمحاكمة كارلو وبينفذ كارلو اللي المحامي قاله ليه بالملي، وبيبتدي يضحك على كل اللي موجودين ويمثل عليهم انه ضحية ومالوش اي ذنب في وفاة كوفي. واثناء المحاكمة بتخرج ليه من القاعة وبتروح السجن وبتحاول تعرف الزنزانة لو اتقفلت من جوه بتتفتح تاني ولا لازم حد يفتحها من بره، علشان تتأكد من اقوال كارلو بان كوفي قفل الزنزانة عليه وضربه وخرج فورا. فبتكتشف فعلا انها لو اتقفلت لازم حد يفتحها من بره. فبترجع من السجن وبتبلغ النيابة بكده اثناء الجلسة، وبتدخل ميكي في الوقت ده وبتوضح لهيئة المحكمة اللي قالته ليه وبتتهم كارلو بالكذب في اقواله. فبيتعصب كارلو على ميكي وبيحاول يبرأ نفسه ويوضح لها انه مش فاكر من الصدمة
ماما الباب كان مقفول ولا لا. وبتعرض ميكي وقتها فيديو لكوفي وهو خارج من الزنزانه والباب فعلا مفتوح، وبيتكلم مايكل مع تشارلي وبيفهمه انه خايف من الحكم اللي هيتحكم بيه على كارلو. وبيزعل تشارلي من موقف مايكل الغير نزيه بالمره، وبيوضح له انه عرف من لاتيمير مدرسه ادم ان ادم هو اللي ارتكب الجريمه، فبيأكد له مايكل انه بيعمل كل ده ضد رغبته، وانه اضطر يبيع ضميره لحمايه ابنه من عيله باكستر. وفي الوقت ده بتدخل ليه المكتب وبتتكلم مع مايكل وبتواجهه باللي عرفته، وان كوفي بريء وكان رايح لكارلو الزنزانه علشان يبلغه انه ملوش علاقه بوفاه اخوه ويحل سوء التفاهم اللي بينهم. وحصل بعدها اللي حصل، وبتوضح له ليه وهي متعصبه ان كوفي مش هو السبب في وفاه روكو، وانه ما سرقش عربيه مايكل في اليوم ده، ولا عصابه ديزاير ليها علاقه بحادثه روكو. فبيعرفها مايكل ان خلاص مرافعات المحامين اتاخدت ومش هينفع تقول اي حاجه زياده. فبتفهمه ليه من كلامها معاه انها شاكه فيه هو شخصيا، وبتقول له انه اتصل بيها هي ونانسي في نفس يوم الحادثه زي ما يكون عايز يثبت حاله، وانه بلغ عن سرقه العربيه وهي اصلا ما كانتش مسروقه. ولما بيسالها مين اللي قال لها كده بتبلغه انها عرفت من يوجين اخو كوفي كل تفاصيل يوم الحادثه. ووقتها مايكل بيلومها لانها صدقت واحد واخوه شغالين مع عصابه لتجاره الممنوعات، وبيحلف لها ان مش هو اللي ارتكب الجريمه. وساعتها ليه بتربط الاحداث ببعضها وبتكتشف ان ادم هو الفاعل الحقيقي للجريمه. فبيبدا مايكل يستعطفها ان سجن ادم مش هيفيدها، وان وفاه شاب تاني في سن ال17 مش هتخلي الحال افضل وهترجع اللي توفوا. وبيفهمها انها لو اعترفت على ادم هتعيش بذنبه طول عمرها، وبيأكد لها انها لو مكانه كانت هتعمل كده واكتر علشان تحافظ على حياه ابنها. وبيجي وقت اللحظه الحاسمه والنطق بالحكم، وبيقفل مايكل باب الادعاء بالاقوال. فبتشغل ميكي التسجيل الصوتي اللي وصل للطوارئ من روكو اثناء ما كان بيحتضر، وفي الوقت ده بيكون ادم حاضر المحاكمه. واول ما بيسمع التسجيل بتجيله نوبه الربو، فبيخرج من القاعه فورا علشان يستخدم جهاز الاستنشاق ويرجع لطبيعته. وساعتها جيمي كان موجود بره القاعه مع جينا وبيحاول يهديها بعد سماعها للتسجيل، وبيفتح ادم جهاز الاستنشاق وبيستخدمه قدامهم. واول ما جيمي وجينا بيشوفوه بيكتشفوا ان هو المجرم الحقيقي لحادثه ابنهم. وبعدها بينطق مايكل الحكم ببراءه كارلو زي ما وعد جيمي. وبعد الجلسه فايا بتعزم ادم على حضور الحفله اللي هيعملوها في فندق باكستر بمناسبه براءه اخوها كارلو. وبيروح يوجين يشتري مسدس علشان ياخد حقه من كارلو، لان القانون ما كانش منصف ليه ولا لاخوه. وكمان عيله باكستر خلصت على امه واخواته اللي مالهمش اي ذنب في كل اللي بيحصل. وفي نفس اليوم بالليل بيقبل ادم عزومه فايا ليه، وبيتوجه للفندق على حسب اتفاقهم، وبيقفل تليفونه علشان ما حدش يزعجه اثناء وجوده في الحفله. فبيتصل جيمي بمايكل وبيبلغه بنبره تهديد انه عرف ان ادم ابنه هو اللي انهى حياه روكو من خلال جهاز الاستنشاق اللي لقاه في المكان يوم الحادثه، وبيفهمه ان ادم موجود في الحفله دلوقتي عنده في الفندق. وفي اللحظه دي بيتفاجئ مايكل وبيتوتر جدا من اللي جيمي قاله، ولما بيحاول يتصل بادم علشان ينقذه منهم بيلاقي تليفونه مقفول. فبيجري بسرعه رهيبه على الفندق وبيحاول يدخل بالقوه، لكن الحراس بيعترضوا طريقه وبيمنعوه من الدخول. فبيوضح لهم مايكل ان ابنه موجود في المكان وعايز يدخله ضروري، لكن محاولته بتفشل. واثناء ما بيتخانق مايكل مع الحراس بيتسحب يوجين من غير ما حد يشوفه وبيدخل المكان، وبيبدا يطلع مسدسه وبيصوبه على كارلو، لكن الرصاصه بتصيب ادم بالغلط وبيقع على الارض وبينزف جامد جدا وبيلفظ انفاسه الاخيره زي ما حصل بالظبط مع روكو وقت الحادثه. واول ما مايكل بيشوف اللي حصل بينهار تماما وبيطلب من الناس ينقذوا ابنه، لكن ما بيلاقيش حد جنبه. وانتهى المسلسل، ويا رب يكون عجبكم. ولو حابب تتابعنا وتتفرج على بقيه الفيديوهات اشترك وفعل الجرس. سلام.